ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرشم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهاردة هنتكلم عن بنت جميلة قوي كانت عايشة في القرن الرابع الميلادي. يا ترى هي مين؟ هي الشهيدة القديسة مهرائيل. اتولدت القديسة مهرائيل من اب وام مسيحيين ببلد اسمها طموه، دي موجودة يا صحابي في محافظة الجيزة. وبابا مهرائيل كان أبونا في الكنيسة وكان اسمه القس يؤنس، ومامتها كانت امرأة فاضلة اسمها إيلاريا. وهما ما كانوش بيخلفوا يا صحابي خالص، وفضلوا يصلوا كتير عشان ربنا يديهم طفل، وفعلا ربنا استجاب ليهم وجابوا بنت جميلة قوي وهي مهرائيل. ومعنى اسم مهرائيل باللغة العربية يعني سلام الله. وتربت مهرائيل تربية مسيحية وتعلمت ازاي تصلي وتكون قريبة لربنا. ولما مهرائيل بقى عندها 12 سنة حصلت حاجة عجيبة. ظهرت ماما العذراء لباباها، وماما العذراء قالت له أنا جيت لك بسبب بنتك مهرائيل، عشان أنا بدعوها لعرس ربنا يسوع المسيح. مهرائيل هتروح مدينة أورشليم السمائية، دي بقى مش هيكون فيها لا جوع ولا تعب ولا عطش، بالعكس هيكون فيها فرح وسرور طول الوقت. تفتكروا يا صحابي لما باباها سمع الكلام ده من ماما العذراء كان ايه رد فعله؟ تعالوا نعرف سوا. قال لها ازاي انا هعمل كده واسيب بنتي واخليها تروح ارض بعيدة وغريبة؟ ردت ماما العذراء وقالت له ربي وإلهي يسوع المسيح بعد نياحة بنتك مهرائيل هيبعت لك جسدها لحد عندك، وانت بقى تدفنها في المكان اللي انت تختاره. وبعد كده يا صحابي ماما العذراء دهنت القديسة مهرائيل بعطر، ومن بعدها القديسة مهرائيل كانت بتعمل معجزات كتيرة. أي حد عنده مرض أو أي حد تعبان بمجرد ما القديسة مهرائيل بتدهن راسه بالزيت كان على طول بيخف ويبقى كويس. وكان وقتها الملك اللي بيحكم البلاد هو الملك دقلديانوس، وكان في عدد كبير جدا من المسيحيين كان بيضطهدهم وبيستشهدوا على ايده. وفي يوم من الايام يا صحابي خرجت القديسة مهرائيل لشاطئ النهر، لقت ان في مركب فيه عدد كبير جدا من الناس اللي راكبين في المركب ده ورايحين لطريقهم للاستشهاد. من غير ما تقول لأهلها القديسة مهرائيل ركبت على طول المركب، ولما المركب وصلت للمدينة وقفت مهرائيل اللي كان عمرها 12 سنة بس وسط كل الناس اللي رايحين يستشهدوا. والوالي أول ما شاف مهرائيل وشاف قد ايه هي صغيرة فكر انه يطلق سراحها، يعني مش هيعذبها عشان هي صغيرة. عارفين حصل ايه بعد كده؟ القديسة مهرائيل اعلنت ايمانها بكل شجاعة وبصوت عالي قدام الوالي. ومش بس كده، لا دي كمان يا صحابي لعنت الأصنام والأوثان وكل الآلهة المزيفة اللي كان دقلديانوس بيعبدها. وأول ما مهرائيل عملت كده الوالي غضب جدا جدا وأمر بتعذيبها، لكن ربنا حافظ على مهرائيل من كل شر. الوالي أمر إنهم يحطوا مهرائيل في صندوق، الصندوق ده بقى فيه عقارب وتعابين، وحطوها بعد كده في المركب ورموها. وفضل المركب لمدة 3 أيام في المية، ومهرائيل كانت جواه وكانت في الوقت ده بتصلي لربنا وما كانتش خايفة. في اليوم الرابع يا صحابي ظهر لها السيد المسيح بنفسه وقال لها سلام ليكي يا شهيدة يا قديسة، السلام لمهرائيل القديسة النقية، هوذا قد أوصلتك إلى بيت أبيك القس يؤنس حسب ما وعدت بي والدتي، والعطر الذي سكبته على رأسك والدتي أنا أجعل رائحته في جسدك إلى انقضاء الأجيال، وكل من يسمي ابنته على اسمك أحفظه من كل سوء. ده يا صحابي كان وعد ربنا للقديسة مهرائيل. وبعد كده بأيام قليلة استشهدت القديسة مهرائيل في يوم 14 طوبة. وفي عهد الإمبراطور قسطنطين أمر ببناء كنيسة باسمها في طموه، وتم تكريسها في 22 من شهر مصر،
يا ريت كلنا يا أصحابي نتعلم من القديسة مهرائيل الشجاعة ونكون دايما قريبين من بابا يسوع. الآية: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الشاهد: رسالة بطرس الأولى 1:16. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.